كل سنة وانتم طيبين، واحنا خلاص بدأنا نزهق من كل أصناف الأكل. عملنا المحاشي بأنواعها وأشكالها والطواجن كمان، وغيرنا كتير. يلا بقى نعمل نوع من أنواع التغيير، حاجة كده اللهم زد وبارك تحفة. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني، ويا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة، وتقضوا أحلى رمضان، ويعدي عليكم الأيام وتنعاد بالخير يا رب. أول حاجة هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله طاجن مكرونة. لا لا لا، ده طاجن خضار بالمكرونة بالبشاميل، بس مختلف تماما وسهل جدا وبسيط، وهتحطيه وهيشرفك على سفرتك لو عندك عزومة، وبجد حلو جدا. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي. أول حاجة هنجيب طاسة وننزل فيها بمادة دهنية، وكمان هننزل عليهم ببصلاية متقطعة، أي تقطيعة تعجبك. وقلبي الكلام ده يا ست البنات لحد ما تحسي ان هي خلاص بدأت تدبل. هنجيب بقى بطاطس متقطعة قطع صغيرة، وجزر متقطع قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده. وهنبدأ نعمل ايه؟ شايفة انا طبعا قطعتهم وغسلتهم، وهبدأ انزل بيهم على البصلة، وهبدأ اقلب كل الكلام ده مع بعضه. اي نوع خضار انت تفضليه حطيه. وهنا كنت قطعت واحدة فلفلاية حمراء وواحدة صفراء وواحدة خضراء، وبرضو بدأت أقلبهم كلهم مع بعض على نار هادية. هنبدأ نقلب ونكون مقطعين 3 طماطميات كده صغيرين، وهننزل بيهم برضو. ولو عندك شوية بسلة متفرزين تمام، ما عندكيش يبقى تجيبي كيس من البسلة الفريزن أو اللي هي المتفرزة يعني، وتنزلي بيها مع الخضار. حطي الخضار اللي يعجبك، المهم ان يكون فيه خضار لانه مفيد جدا للولاد. هنا انا كان عندي صدر فرخة، قطعته قطع صغيرة وتبلته بشوية لبن صغيرين وسنة خل وملح وفلفل اسود وبس، مش اكتر من ذلك. وبعد كده حوالي نص ساعة رحت منزلاه في جريلا، علشان خاطر انا مش عايزاه ينزل ميته، انا عايزاه يتشوح من غير ما ينزل مية. طبعا هنا برضو النار ما كانتش عالية قوي، فنزل شوية مية كده بس عادي مفيش مشكلة. هنقلب ونشوح لحد ما لونه يتغير، وبعد كده هننزل عليه على الخضار اللي احنا سويناه ده كله كده زي ما هو، وهنقلبه برضو تقلبتين على النار مع بعضه عشان ياخد من طعم بعضه. عندك بقى مرقة الدجاج اللي احنا بنجيبها من عند العطار اللي هي الباودر دي، انا بجيبها بالوزن يا بنات، مش المرقة التانية، لان المرقة التانية احنا طبعا زعلانين منها وما بنستخدمهاش. لو ما عندكيش وعندكيش العطار ده، ممكن تحطي معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، ومعلقة من الجنزبيل الباودر، ومعلقة فلفل اسود ومعلقة ملح، بس الكلام ده كله من معلقة صغيرة خالص. وهنقلب الكلام ده كله لحد ما نحس ان هو خلاص تمام استوى. وفي الوقت ده هنكون سلقنا كمان كيس من المكرونة الصغيرة بقى، اي نوع تفضلي. هنا انا جبت لتر من اللبن، ونزلت عليه ب 85 جرام من الدقيق. اللبن هنا يا بنات على البارد. وكمان هنزل عليهم بمعلقة كبيرة كده من الزبدة. انا يعني ايه، عايزة تحطي شوية زيت صغيرين تمام، برضو هيخليها حلوة قوي. وبعد كده هنتبل بملح وفلفل اسود، ولو عندك كمان آه فلفل ابيض حطي كمان شويه صغيرين، هيدي تست عالي قوي للبشاميل. هنا خلاص بقى البشاميل استوى. انا هنا عامله البشاميل خفيف شويه عشان انا بحبها تبقى جوسي، والولاد كمان بيحبوها كده. هننزل باول حاجه طبقه من البشاميل، وبعدين هننزل عليهم بطبقه من المكرونه اللي احنا سلقناها. وبعد كده هنحاول نغطس المكرونه كده في قلب البشاميل عشان يديها طعم كويس وحلو وتبقى جوسي وطعمها جميل.
بعد كده نزلت عليها بقى بالخضار، حاجة كده يا بنات اللهم زيد وبارك، تحفة تحفة تحفة، عجبت الولاد جدا جدا. على فكرة المفروض ان انا كنت اعمل الطاجن ده من غير مكرونة، بس انا زودت المكرونة علشان الولاد عندي مش بيحبوه بالرز. فانا فكرت اعمل له كده افتكاسة على اساس ان ايه، كلنا بنحب المكرونة بالبشاميل، بدل ما يكون الخضار بالبشاميل بس، لا انا حطيت عليه مكرونة عشان يبقى طبق كده سهل وسريع. وهنبدأ ننزل تاني بالطبقة من المكرونة، وبعد كده هننزل بالبشاميل. البشاميل ده يا بنات ممكن تعمله نصه لبن ونصه مية، يكون اقتصادي، بس انا طبعا بفضله لبن على اساس ان هو يكون مغذي، احنا في صيام وكده، يعني نحاول على قد ما نقدر نعمل حاجات مغذية للولاد. وبس يا ستي، خلاص كده خلاص تمام. هو كل حاجة يعتبر مستوية، هو يا دوب هيدخل الفرن ياخد كده طبقة تحت الشواية، وهيقعد في الفرن برضو من تحت، هنشغله برضو كمان حوالي ربع ساعة 10 دقايق بس مش أكتر، علشان كل الطعم ياخد من بعضه، وهنطلعه على كده وألف هنا وشفا، هيبقى في منتهى الجمال. عندك بقى يا ست كل شوية ميكس جبن زي اللي أنا حطيتهم حطي، ما عندكيش خلاص. هنا الطاجن ده أنا حطيت الخضار على طول، الطاجن ده كان خرافة، والله يا بنات كان حلو جدا. وبعد كده نزلت عليه بطبقة من البشاميل، طبقة حلوة كده، زي ما انتوا شايفين صوص البشاميل خفيف مش تقيل. وبعد كده نزلت عليه بشوية من الميكس جبن اللي كانوا عندي، وهدخله برضو تحت الشواية. وما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على خير والسلام عليكم.